السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، نتوما بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا ديال المقلة اللي كتجي سريعة التحضير بلا فران. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الوقت كتجي صراحة زوينة. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج عندي 500 غرام ديال الدقيق الفورس اللي غربلته من قبل. عندي معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات غادي نضيفها على الدقيق، وغادي نزيد معلقة كبيرة ديال الزبدة ديال البواطة، واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبة للبنات اللي متوفرش عندهم زيت الزيتون تكتفي غير بالزبدة، غير هي صراحة كتعطيها المذاق. واحد معلقة صغيرة ديال الزعتر، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات على حسب الجو. بالنسبة إلا كان الجو دافي يعني اكتفيو غير بمعلقة صغيرة، وإلا كان بارد ديروا معلقة كبيرة. صافي غادي نخلط جميع النواشف مزيان حتى نبسس مزيان ديك الزيت والزبدة مع الدقيق. صافي وغادي نضيف الماء دافي، غادي نعجن العجينة ديالي. بالنسبة للعجين يكون مرخوف، ما تكونش العجينة قاصحة بزاف. صافي غادي نخليها ان شاء الله تخمر ونتلاقاو. بالنسبة للتخمير خليوها تخمر البنات مزيان باش تعطيكم الضوء وكتجي زوينة وكتجي مفشفشة من الداخل. صافي من بعد ما خمرات انا قسمتها درتها دوائر. صافي غادي نطلقها ان شاء الله بالدلاك، والسمك ديالها ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش من طبيعة الحال رقيق. دابا ان شاء الله غادي نثقبها بواحد الفرشيطه باش ما تنفخ لياش بزاف في المقله، يعني كتبقى محافظه على ديك الحجم اللي طلقتها فيه. صافي وغادي ندير ليها لاصوص. بالنسبه للاصوص انا كنستعملها جاهزه، صراحه كتكون زوينه ما كتكونش حامضه بزاف بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش المطيشه. المهم صافي انا غادي نوزعها ان شاء الله على العجينه كامله، وغادي ندير ليها الكفته. الكفته من طبيعه الحال تشحرتها من قبل، درت واحد البصيله معاها والتوابل البزار. بالنسبه للتوابل كما ذكرت لكم البزار شويه ديال القزبر حبوب صافي ومليحه. بالنسبه للفرماج انا استعملت انايا الموتزاريلا والفرماج الاحمر. صافي غادي نوزعو بهذه الطريقه وغادي نديرها فوق البوطه باش طيب. وضروري البنات البوطه خص تكون عرفتي مهيله بزاف، يعني حاولوا تنقصوا النار وتغطيوها باش ديك الفرماج كيرجع عليه الصاد صافي وكيدوب. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب ليا البيتزا. هذه هي البيتزا البنات من بعد ما طابت صراحة كتجي زوينة بزاف وكتجي فشفشة وكتجي طايبة من الداخل، يعني بحالها بحال الفران. من الأحسن يعني طيبوها في المقلة دغيا دغيا كتوجد ليكم. وبالنسبة للأخوات اللي أول مرة كيشوفوا القناة ديالي ما ينساش الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد إن شاء الله.